ابص علينا بوسو، بص علينا بوسو، وان شاء الله تقولوا نوسو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. جميل، تسلم ايدك يا وز. من وسط الزرع والخضرة احنا جينا هنا عشان نعرف أصل الفطير المشلتت في المكان ده. هنا بيتعمل الفطير المشلتت على أيام جدودنا. أصل حكايته إيه بقى؟ في الفرن الطوب الني. تعالوا أوريهولكم. في الفيديو ده من قلب الريف قدام الفرن البلدي هنكتشف أصل الفطير المشلتت وإيه اللي خلاه يعيش مئات السنين. أنا هنا جاية لك مخصوص عشان أشوف الجمال اللي أنت بتعمليه ده. ده انت اللي جميل حاجة عزيزة. والله، انت اللي جميله ومنورين الدنيا كلها هنا. والله. كم سنة بقى؟ 10/5/1963. ما شاء الله، تقريبا 65 سنة او 64. يعني انا عاوزاك تصغريني شويه كمان. 64 سنة. ايوه ممكن. شكلك 20 سنة. ايوه. من هنا بقى وانت أيوة. بتعجني ده أيوة. عيش ولا الفطير؟ لا ده اشرحي العيش لي بقى. ده العيش الملدن. بصي يا حاجة عزيزة، احنا كل الناس عايزة تعرف، نفسهم يعرفوا اصل الحكاية بتاعة العيش الفلاحي والفطير المشلتت اللي انت هتعمليه. احسن حاجة، احسن اكل البشوات. الله. واكل الناس الجميلة اللي زيكم. ابدأي بقى كده، قولي لي، احكي لي من الاول خالص، مين علمك الشغلانة؟ انا اتعلمت وانا بنت قبل ما اتجوز. امك اللي علمتها لي. ما كانش بقى في تعوبين، واحنا كنا بنخبز كل 15 يوم نعمل بقى مجورين قد ده 3-4 مرات كده، كل 15 يوم نخبز. كنتوا انتوا اللي بتعملوا العيش بنفسكم للبيت؟ ما كانش في فرن ولا تشتروا؟ لا ما كانش فيه فرن طابونه اللي هي واحد. لحد دلوقتي احنا بنخبز. ما نعتمدش على العيش الطابونه، عشان العيش الطابونه ده ما بينخلهوش، ويلا الناس عيط. يعني ايه ما بيتنخلش؟ ما بينخلهوش. يعني مش بيعملوا كده؟ لا المنخل وانت بتعملي المنخل عشان ده دقيق ولا سمين؟ ده بقى اللي بيطلع من الدقيق دي رد. ننخل بقى كده، نطلع الذره والقمح والزيرو ونعجن العجين ملدن وطري. نعمل طري برده كده. المطرحه دي اسمها المطرحه. المطرحه دي بتاع الطري ودي بتاع الملدن. ومن وانت عندك 15 سنه؟ لا، من وانا عندي 8 سنين وانا بخبز العيش ده. كانت امي بتسيب لي حبه في حله كده عشان تعلمني، عشان اما اتجوز ابقى شاطره. وتعلمتيها من وانت 8 سنين؟ فاكره اول يوم دخلتي فيه؟ ايوه. مامتك خدتك؟ كانت امي يعني بتعجن العجين ونخبز بقى، انا ارسلها وهي تخبز، وفي الاخر تخلي لي حبه قد ده. كل مره حبه قد ده لحد ما اتعلمت وبقيت انا اللي اخبز بقى. اول عجين عملتيه كنت فرحانه جدا جدا. وابويا كنت بعمله صغير، الحبه اللي امي كانت بتسيبهم لي كانت بعمله صغير كده 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 كده. امي تقول لي بقى ده عيش، ابويا يقول لها جميل. جميل، تسلم ايدك يا وز. اتجوزتي وانت عندك كام سنه؟ 14 سنة ونص. لا احكي لي بقى عن الجواز. جميل. ده قصة حب. حب عشان تكوني عارفة. ما شاء الله. والله العظيم قصة حب رهيبة. بقالكوا كام سنة؟ متجوزة من 79. عمر ايه بقى؟ عمرين وشوية. احكي لي بقى، اتجوزتيه ازاي؟ حبيت. ده قصة حب ولا هو جه اتقدم لك؟ لا كنتش اعرف ان هو ابن خالتي، ليا ابن خالة اسمه عادل. وبعدين كنت مخطوبة بقى، امه جايبه لي عريس ومخطوب. وبعدين بقى يوم الشبكة لقيت واحد بيرقص قدامي، خلاص انا ما اتشالتش من عليه ولا هو عنه اتشالت من عليه، لانه كنت جميلة. انت ما شاء الله زي القمر، وشافك وشفتيه وخلاص. كنتوا في السبعينات؟ من 76. كان زمان بقى الستات ليهم جمال. لا بس ما كانش فيه حد يعني يتكلم واحده تختار بنفسها او واحده تحب واحد. العريس ما يشوفش خلاص هو شاف على السكه يخطبها ويتجوز، ما يشوفش ده الجلابيه الا يوم الدخل، حلوه وحشه بقى بطيخه وحر. هنا كل حاجة بتتعمل بإيدين صحابها، من العجين لفرد الطبقات لحد ما يدخل الفرن البلدي ويخرج بريحة تخطف القلب. يمكن مكوناته بسيطة، سمنة ودقيق ومية، لكن السر الحقيقي في الخبرة والصبر. احكي لي بقى من الأول خالص، احنا دلوقتي بنعمل الفطير، حطيتي ايه بقى أول حاجة؟ الحبة المية والحبة الملح، ندعة ملح صغيرين كده سنة عن عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي. وبعدين حطينا شوية الدقيق وبنعجنه. انت عارفه ايه اصل الفطير؟ من ايام الفراعنه دي، لما واحده تيجي تتجوز انا هودي ايه؟ اروح موديها طبق فطير. زمان كان ايه اودي ايه بقى للعروسه؟ بدل ما اودي لها سبت بقى مكرونه ورز وابصر ايه، لا بعمل طبق فطير. الطبق ده بيبقى عباره عن ايه؟ 5 فطاير. وعلى الصينيه بقى اللي زي دي شويه برسيم تحت كده عشان يبقى طري. تحطي الصينيه المدوره دي تجيبيها تحطي عليها شويه برسيم ونحط بقى الفطير، نحط عليها 5 فطاير ونحط ايه؟ البشكيه. ده لو احنا رايحين لعروسه.
والعاده رايحين دي بقى لسه زيارة. موجوده لحد دلوقتي؟ بس بتروحوا العرايس مش كله بقى. انت اختها مرات عمها هتعملي لها طبق فطير، لان ما بقاش يعمل بقى دلوقتي بيجيبوا فاكهه، ما بقاش يعملوا الفطير ولا الحاجات دي. طيب. لا فاكهتي بقى انا الفطير، لا ده احلى حاجه. فاكهتي الفطير. اخد بقى الطبق وادخل على العروسه. طب قولي لي المرحله اللي هم بيعملوها دي ايه بقى؟ ده العجن بقى ولا ايه؟ بنلت. بتلتوا الفطير؟ بنلت الفطير. يعني ايه بتلتي؟ بتعملي ايه؟ بتعجني. بقى لا بص نمسك ايدنا كده على قد ما تقدر. بنعمل بايدنا بص على الفطيره كده في العجينه. ايوه بنلت كده عشان العجينه اللي هي تبقى معانا تبقى سهله سهله وتبقى جميله سالكه معانا. بنحط حبه دي عشان يبقى نعمله عشان نلته عشان ما يبقاش مرق، عشان يبقى لما يبقى نعمله كور 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 نحطه بعدين نفرده معانا. قولوا لي سر اللي يخلي الفطير بتاع حاجه عزيزه مختلف عن اي فطير تاني مثلا. تبقى نفس الاكل والطبيخ نفس. عارفين الفطير بيتعمل ازاي؟ في ناس بتعمله لف فما يبقاش حلو. ايه الفرق مبطوط بين كده؟ اللف وبين ده؟ لا الكور دي بتبقى الواحده علو كده يعني رقات وترفع عن بعضها، تبقى رقات رقات رقات، يبقى منكوت نكت. انما بقى اللي بيعملوه اللف الحته بتبقى كبيره كده ونفردها على صينيه كبيره ونقص سمنه في النص ونعمل كده. ولازم سمنه بلدي. بلدي. اسمع ان الفطير الحلو لازم سمنه بلدي. سمنه بلدي. طبعا الفلاحي والبلدي ومن البيوت كل حاجة. عندكم ده احلى حاجه. كل حاجه. احكي كل لي حاجة كده في البلد. واحنا بنعمل الفطير الحلو ده، انت فاكره اكتر مره عملتي فطير وكنتي مبسوطه وانت رايحه توديها لحد؟ امتى ببقى بقى؟ مبسوط في فرح بنتي. في فرح بنتك. زمان كنا نعرف إن في عروسة جديدة في البلد من ريحة الفطير المشلتت. كان أول يوم الصبح بعد الفرح الفطير هو بطل السفرة، مش بس عشان طعمه لكن ده كان رمز للخير والرزق والكرم في بيوت الفلاحين. ده كان اكتر مره فرحتي فيها؟ فرحت في فرح بنتي. أيوة. ان انا موديه لها فطير، كنت عامله لها 80 فطير. ما شاء الله. 80 مش 5 فطاير؟ لا يعني هو الفطير بيدل على الفرح والاحتفال. هو ده الفرح، هو الفطير. احنا عايزين نتفرج بقى بعد ما ما انا اتعجن. تتفرجي. هتعملي هاتي ايه؟ بقى هتعملي ايه بعد اعمله لك العجن هو ده؟ هتشوفي. حاجه عزيزه. نعم جميله. كده الله تسلم ايديك. انا جميله. كده عملت اصل الفطير في مصر، فطير المشلتت مع الحاجه عزيزه. يعني دي هتبقى فطيرايه 25 يبقوا واحده. يعني أنا ده عملت راب. طبقه واحده. اه هو صعب يا جماعه الفطير لا والله المشلتت ده صعب، جميل. مش سهل. لا يعني سهل انا والله. اكتشفت ان الفطير المشلتت ليه اصوله، فاحنا لازم نرجع للاصل، والسر في المرحله دي نلته. ايه اكتر واحد. حاجه في الدنيا بتبسطك؟ مش بتقولي مثلا انا عايزه اروح البحر، لا 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 انا ما نفسي عندناش. انزل لا 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 أروح عمري. اركب كده لا العربيات لا الفخمه لا لا أروح لا الاماكن لا الكبيره. لا انا حمد ربنا وشكرا. كل ده مش في لا دماغي. لا الفطير المشلتت مش مجرد أكلة، ده جزء من تراث الريف المصري وضيف أساسي على كل سفرة، في كرم ولمة بتجمع العيلة كلها. وهنا كان أصل حكاية الفطير المشلتت.